الصحاب، الشل، البف، صاحبي، حبيبي، عشرة عمري، اخوي، قلب اخوك. كلام كتير بنقوله من غير حتى ما نقصده ولا حتى نفهم معناه، مع ان معناه كبير جدا. تعالوا نشوف رأي الناس في موضوع الصحوبية وبعدين نرجع نكمل كلام. ايه هي الصداقة بالنسبة لك؟ يعني ان انت لما تبقى مصاحب واحد كويس ما يعملش حاجات غلط عشان ما يخليكش تعمل خطايا. صداقة اللي هو الواحد اللي انت بتحب تقعد معاه وتتكلم معاه وما بيطلعش اسرارك، تقعد معاه وبتحب تقعد معاه. يعني الوفاء صحيح. اتصاحب على حد وحد يصاحب عليا ونبقى اصحاب قوي ونتعامل كتير على طول مع بعض في الكنيسه في الدروس. صداقة يعني انك تصاحب مع حد تخرج معاه، وبرضه يكون بينك وبينه برضه شوية حدود عشان ما تخطيش الحدود دي، عشان لو خطة معاها ممكن تحصل مشكلة. يعني اكون مصاحب واحد ومثلا الصاحب ده يعني لازم يكون معايا في كل حاجه، يعني يلعب معايا يكلمني. مثلا لو عاوزت حاجه اعملها لك، او لو عايز حد يقف جنبك مثلا. عندك كام صاحب؟ بتاع 10. عندي كتير، مش عارفه اعدهم بصراحه. ده كتير. كتير مثلا 14. كتير مش عارفه كتير يعني. لا كتير. بتختار صحابك ازاي؟ لما في مشكله واقع فيها هو يجي يطلعني منها او ينقذني منها، او لما اجي مثلا اتخانق يقف جنبي في الخناقه. ان اشوفهم حلوين من جوه مش من بره بس. لازم يبقى صادق ويبقى شاطر ويبقى امين. يعني بختار الشخص اللي هو كويس اللي ما بيعملش غلط. بيحب الخروج، جدعان. اي حد. ازاي؟ الكويس اللي ما بيشتمش، اللي هو كويس عنده مسؤولية، إنسان مطيع، ما اتعلمش حاجة منه وحشة، اتعلم منه حاجة كويسة. بشوف الحلو قوي واللي هو بيفهمني بسرعة، صح أو شبهي يعني. لو شفتي صاحبتك بتعمل حاجة غلط هتعملي معاها ايه؟ اللي اللي بتعمله غلط هنصحها، ولو ما سمعتش النصيحة دي أنا ممكن أسيبها. المفروض أروح أوعيه وأقول له إن دي غلط، يعني ندخل الملكوت مع بعض، علشان الملكوت طبعا أحسن من جهنم. أحاول أفهمه، لو ما فهمش كويس يبقى خلاص كده. ممكن أحاول معاه تاني لو بحبه جدا يعني. انصحه اقول له ما تعملهاش تاني. يعني انا انبهه اقول له ما تعملهاش تاني، عشان ممكن تكون تتحسب خطية تتحاسب عليها فوق، او ممكن تتحاسب فيها على القانون يعني بحاول أبعد وبعدين لما يخلص أرجع تاني. هحاول أرشده إن هو يعمل الحاجة الصح، بس هو لو ما عرفش هحاول أقول لحد كبير يعلمه الحاجة الصح. هخسر، هروح أقول للمس، هحذره يعني إن هو ما يعملهاش تاني، وأروح أقول لباباه ومامته إن هو يساعدوه إن هو ما يعملهاش تاني. ساعات بقول له وساعات لا بسيبه. هل متابع ابنك مصاحب مين؟ اكيد باخد بالي منهم ومن صداقاتهم. طبعا ده لازم براقب من بعيد طبعا. كل اصحاب بناتي هم كلهم صحاب. طبعا. اكيد طبعا. المثل الشعبي بيقولوا الطيور على اشكالها تقع، او انت لما بتصاحب حد بيتشاف الحد ده معاك، لو حد ده مش كويس بيدي انطباع عن كل المجموعه دي مش كويسه. طب امتى بتقلق من صحاب ولادك؟ صراحة لو في حد فيهم بيقول ألفاظ مش كويسة، بيعمل صفات مش كويسة، ساعتها هقلق. بس المفروض إن أنا بكون محصن ابني. لما أحس إن أسمع كلام أو حاجة كده مش عجباني أو غريبة، يعني لما ابقى سلوكه ابتدت تتغير، طباعه ابتدت تتغير. لا انا بحاول انصحهم، لو في اسلوب معين او طريقه معينه مش عاجباني لا بنبه. بقى طبعا مع اصحاب ولادي لو بداوا يبعدوا عن الهدف او حسيت ان هو سلوكياتهم فيها اختلاف اتغيروا. هو ده ما حصلش يعني، اكيد في وقت الخطأ هيبقى فيه ستوب. يعني انا ممكن مثلا اجي في وقت مش هتعرفيهم تاني ومش هتنزلي معاهم تاني. لحد فين ولادك بيتأثروا بصحابهم؟ طول عمرهم أي واحد فينا بيتأثر بصاحبه. حتى في بستان الرهبان يقول لك صاحب شخص روحاني يقدمك خطوة، صاحب شخص وحش يأخرك 100 خطوة. 100% بنسبة مش كبيرة قوي. جدا. لا بنسبة كبيرة 90% مثلا. لا دي نسبة كبيرة جدا، وخصوصا مع السن الكبير، يعني بيبقى هم الأصحاب هم الأساسي يعني. زي ما فهمنا من الكلام، موضوع الصحوبية ده موضوع كبير جدا ومهم. طيب ليه؟ على رأي الشاعر لما قال صاحبك الحقيقي يتشاف والباقي كله شفاف. لا نتكلم بجد. هو الكتاب المقدس قال حاجة عن موضوع الصحوبية ده؟ أيوة، مكتوب كده في سفر الجامعة إصحاح 4 وآية 10: لأنه إن وقع أحدهما يقيم رفيقه، وويل لمن هو وحده إن وقع إذ ليس ثاني اللي يقيمه. قول لي، صحابك اللي أنت مختارهم هيسندوك لما تقع؟ طب قول لي، صحابك دول بيزقوك لقدام ولا بيشدوك لورا؟ عايزينك تتطور ونفسهم يشوفوك شخص أحسن، ولا مش فارق معاهم
معاهم اصلا. في آية حلوة قوي في امثال 27 وعدد 17 بتقول الحديد بالحديد يحدد والانسان يحدد وجه صاحبه. يعني ايه؟ يعني انت هتبقى شبه اللي بتصاحبه. خد بالك كويس، مفيش مشكلة ان يبقى ليك معارف وزملاء كتير في كل حتة، بس لما تيجي تختار صحابك اختارهم كويس. اختار اللي يشجعك على الحاجات الصح مش الغلط. اختار اللي يحفظ سرك وكمان ينصحك ويوجهك. لو شاف فيك حاجة مش كويس خد بالك كمان، مش لازم تبقى مصاحب 20 أو 30 واحد، ممكن كفاية 1 أو 2 بس يكونوا زي يونسان لداود كده، الصحاب اللي بيسندوا في كل وقت. وصلت؟ بالسلام.